عارف المدير اللي بيحاول يعمل كل حاجة بنفسه عشان يحس بالسيطرة؟ دي مش قيادة، ده استنزاف للطاقة وعرقلة لإنجاز الفريق كله. هنا بيجي دور حاجة اسمها delegation effect، اللي بيقول إن القائد الناجح هو اللي بيعرف يفوض المهام بتاعته للناس الصح، بيثق فيهم بدل ما يحاول يتحكم في كل تفصيلة صغيرة في الشغل. التفويض مش تهرب من المسؤولية، لكنه فن اختيار الشخص المناسب لكل مهمة. الدراسات بتأكد ان التفويض بيزود الانتاجية، لان الفريق لما بيحس بالثقة والمسؤولية بيشتغل بأفضل ما عنده. طب تخيل معايا كده، لو مدير فني لفريق كورة بيحاول يلعب بدل لعيبته، ده ينفع؟ اكيد مش منطقي. بس دوره الحقيقي هو انه يدرب الفريق، يختار التشكيل المناسب، يوجه، يدعم، مش انه ينزل يلعب بنفسه. نفس المبدأ ده بينطبق على القيادة في اي مجال كان. القائد الناجح هو اللي بيوجه فريقه، هو اللي بيثق في قدراتهم، هو اللي بيخلق بيئة تشجع على النجاح. انت بقى اختار فريقك بعناية واديلهم مساحة يتحركوا، وركز على دورك كقائد. القائد اللي بيشوف الهدف الكبير، لأن النجاح الحقيقي بيجي من فريق متكامل، مش كل واحد بيشتغل بنفسه. بس كده.